لو انت مستني مني كلام يريحك اقفل الفيديو من دلوقتي، لان انا مش هديك حلول، انا هشرح لك الواقع بيمشي ازاي. وكده كده الواقع مش مستني موافقتك عشان يشتغل، او انك انت تصدقه عشان يشتغل. هو كده كده شغال. افهم الواقع دلوقتي احسن ما يفهمك هو بطريقته. ندخل بقى في الفيديو. هل الطول صفة جذابة عشان هو شكله حلو بس، ولا كان ليه صفة تطورية زمان؟ زي ما انا قلت لكم قبل كده ان مفيش حاجه اسمها شكل حلو. في حاجه اسمها الصفه دي بتدل على حاجه كانت بتحصل، ايا كان سواء شغاله دلوقتي او قبل كده. لو رجعنا بقى للانسان البدائي بتاع زمان، من مثلا من 30 و40 الف سنه والكلام ده، كانوا الطول عندهم بيدل على ايه؟ على الحمايه، السيطره، البقاء. طبعا الطويل كان بيخاف الحيوانات الشرسه. حيوان بيشوف حد ضخم او طويل فطبيعي بيخاف منه. هو اطول فبيشوف احسن. زمان كان بيعيشوا في كهوف وغابات والكلام ده، فالأنثى عايزة حد يحميها. فالذكر الطويل كان بيخوف الحاجات دي، فده مفيش أنسب منه. ولو تفتكروا في الانتقاء الجنسي كنت قايل لكم إن في إشارات بتتزيف وإشارات لأ. الطول إشارة ما بتعرفش تتزيف. يعني لو أنت طولك 170 مش هتعرف تخلي نفسك مثلا 190. ممكن تلبس حاجة بكعب تزودك كام سنتي، عملية تطويل تطولك 10 سنتي بالكتير، رغم ان دي مخاطرة والموضوع بيفشل في الغالب، ودي حوارات تانية. فبقت موثوقة في المخ عبر ألوفات السنين. يعني الكلام ده مش من 1000 سنة 2000 سنة 3000 سنة، لا قبل كده. فهو الموضوع مش بمزاجك، وهقول لك ليه. في نوع إنسان كان عايش لحد من 40 أو 50 ألف سنة فاتوا، كان اسمه هومو فلورايز، تمام؟ أو إنسان الفلورايز ده على اسم مدينة تقريبا في أندونيسيا أو ماليزيا. يعني جزيرة كانوا عايشين عليها. تخيل متوسط الطول عندهم كان كام؟ كان متر و10 سنتي، متر و12 سنتي، حاجه زي كده، تمام؟ تخيل ان ده انقرض. تمام. تخيل انقرض ليه اصلا او امتى؟ انقرض عشان ظهر بشر اطول واذكى واقوى. انت متخيل؟ يعني هو كان عايش في بيئه كويسه وكان تمام وكان متعايش والانثى بتختار والدنيا لذيذه. اول ما ظهر الانسان الطويل انقرض. طبعا مش في مدار سنه ولا سنتين ولا 100 سنه. طبعا الانثى بتميل للاطول، الطويل مثلا يخلف مثلا 3 اولاد مثلا، يعني اتنين طوال وواحد قصير. الانثوات اللي في الجيل اللي بعدهم تختار الطوال لحد ما الاسر ده انقرض خالص، تمام؟ واللي انا بحكيه لك ده تاريخ حصل. وعلى فكره اسره ده كان ميزه بس في بيئه محدوده. طول ما انت قصير مثلا يعني طولك 170 160، في بيئه حواليك اللي اطول منك في الغالب بكام سنتي، اصغر بكام سنتي، تمام. المشكله مش هنا، المشكله لما يظهر الاطول. تخيل كده انت 170، واقف جنبك واحد 190، وجت بنت تختار ما بينكم. ما انت عارف اللي هيحصل، بس انت خايف تواجه نفسك. فهو خسر لما ظهرت المنافسة مع واحد بيعرف يحمي افضل منه، اطول منه. ما هو اطول منه يعني يعرف يحمي اكتر، بيشوف ابعد. انت دلوقتي 170 فانت شايف حاجة، انا اطول منك ب 20 سم فانا شايف احسن منك. زمان كان في غابات وكده، فما كانش فيه اللي انت شايفه دلوقتي. ما كانش فيه مثلا قفص احبس فيه الاسد مثلا ان هو ما يهجمش عليا، ما كانش فيه الكلام ده. لان حرفيا وقتها كل نقطة ميزة فيك مطلوبة. دلوقتي الدنيا متسهلة، تمام؟ الطبيعة ما بتهتمش بانت هتزعل ولا لأ، بانت اتظلمت ولا لأ، جيناتك نصفتك ولا لأ. الطبيعة ليها باللي يقدر يتكيف مع الوضع، تمام؟ اللي انا بحكيهولك ده تاريخ حصل، وتقدر تبحث عن الانسان اللي هو زي ما قلت لك هومو فلورايز او انسان فلورايز، وتقدر تشوف هو انقرض ليه وامتى وازاي، وعيش انت، تمام؟ دي بقى فايدة الطول. طبعا اللي بيهاجموا البلاك بيل او الناس اللي بيقولوا الطول ما بيفرقش، او تقدر بشخصيتك تعمل، هو مش فاهم حاجه. وفي صفتين كمان بيتهاجموا في البلاك بيل، او عموما الناس مستغربه ازاي ده بيحصل. وطبعا محدش من اللي بيقدم لكم محتوى بيشرحها، وهي الجولاين والعيون الصياد، تمام؟ هشرح لك الاتنين برضو بنفس فكره الطول. وانت براحتك، عايز تتقبل الكلام مش عايز تتقبله هتكتئب، عندك حل ما عندكش، انا ماليش دعوه. انا قلت لك في اول الفيديو ان انا مش هديك حلول، انا هشرح لك الواقع. زمان ما كانش في حاجه اسمها سكاكين نقطع بيها، ما كانش في حاجه اسمها الفراخ اخليها مند زي دلوقتي تعمل العظميه كده تطلع. ما كانش فيه اللحمه بقى دلوقتي لحمه بتلو. الحاجات اللي تاكلها دلوقتي تلاقي تحس ان انت بتشرب مش بتاكل. زمان كان في اكل شديد، تقعد مثلا تعض بسنانك. فكان اللي عنده جولاين اعلى ده معناه ان اسنانه اقوى، استحملت اكل اقصى، وطبعا اكل اكتر او ضغوطات اعلى، فاذا صيد اكتر. لان زمان البني ادم هو اللي كان بيصطاد،
تمام، وده لها علاقه بالعيون الصياد وهقولها لكم ليه. وطبعا مضغ اقوى، يعني السنان نفسها بقت اقوى. تمام، وطبعا ما تنساش ان في عضلات محيطه، عضلات محيطه هنا فبتزيد والعظم نفسه بيكبر، يعني تستيرون اعلى. ما سالتش نفسك سؤال ليه ضرس العقل عندنا فيه مشكله؟ ربنا خلق لك السنان دي بالجولاين القديم، الفك بتاع زمان. بس طبعا اجدادنا واجداد اجدادنا وجدنا العاشر وال15 وال20 طبعا ما كانوش بياكلوا كويس، ما بيستخدموش الفك ده. دلوقتي بتوع الجيم ياخد لك واي بروتين، عايز يضخم يلا اعمل في الخلاط الشيك ده ولا هو شوفان مع لبن مش عارف ايه ويشرب، بيستسهل. طب سنانك دي ربنا خلقها لك ليه؟ ما تفهمش. فطبعا النتيجة كده الفك نفسه صغر، فصغر فالضرس الاخير ده اتحشر. ولو تاخد بالك ان معظم الناس دلوقتي محتاجه تشيل ضرس العقل، محتاجه تعمل تقويم. طبعا السنان نفسها بقت ضعيفه لان العضلات المحيطه ضعفت، وطبعا انت مش بتستخدمها، فالجسم هيعمل بيها ايه؟ طبعا في قاعده احنا كلنا عارفينها، ان الجسم اول ما بيلاقي صفه مش محتاجها بيبتدي يخفيها بالتدريج. واكتر مثال على كده هي العضلات دلوقتي، وانت عندك انت بتتمرن بقالك سنه سنتين ثلاثه، جرب كده توقف شهر هتلاقي العضلات بتروح. ليه؟ لان هي بتستهلك اكل بدون فعلا وجود فايده. إيه اللي يخلي جسمك يتطور او يفضل زي ما هو بنفس العظم في حين ان هو ما بيستخدمش العظميه دي ولا ليها لازمه؟ فيبتدي يخفيها بالتدريج. طبعا الكلام ده ما بيحصلش في سنه ولا في 100 سنه ولا لا، ده الموضوع ده عايز اجيال. تمام، انا بشرح لك ليه فكره الجولاين نفسها موجوده. ماليش دعوه بقى باللي بيقدم لك محتوى بيديك حل اللي بيهاجمها، انا ماليش دعوه بالناس دي. انا بقول لك فكرته موجوده ليه. هو بيدل على ان الشخص ده مضغ اكل كتير، جيناته كويسه، بيصطاد كتير، فطبعا مفيش احسن من كده. وطبعا بالتبعيه اتقرت كجينات تحمل، يعني الانثى لما بتشوف واحد عنده جولاين مش بتقراه كاشاره جماليه، هي بتنجذب له كشكل، بس بيولوجيا والعقل مش بينجذب للشكل زي ما انت متخيل او زي ما انت شايف. لا، هو عشان بيدل على ان الشخص ده تقدر تقول كده بيستحمل ولا لا. ندخل بقى على عيون الصياد عشان دي من اهم الحاجات. بص، زي ما انا قلت لك الانسان هو اللي كان بيصطاد بنفسه. طيب انا دلوقتي مثلا ماسك دلوقتي كده سهم بقى اي حاجه يعني بصطاد بيها. انا دلوقتي انا اللي عايز اوفر الاكل. تمام، عيني دايما عامله كده صح، بتاخد شكل الهانتر ايز. تمام، طيب اللي بيصطاد كتير فطبيعي العيون هتبقى احسن. تمام كده، العظمه دي والعظمه دي بيبرزوا. تمام، طبيعي دي جسمك بيحاكي الحركه، ما تقلقش. تمام، عشان كده لو تاخد بالك في عضلات هنا وفي عضلات هنا وفي عضلات في الكتف، وبرضه ربنا خلق لك العضلات عشان تحاكي الحركه اللي انت تعملها. فكل ما عيونك خدت الهانتر ايز اللي هو كده مثلا اعلى، طبعا والعيون بتبقى اضيق، دي معناها ان انت بتركز اكتر. طبعا وانت بتصطاد مركز. طبعا ما تنساش ان الصيد زمان كان خطر، في اسود بقى، في الحيوانات المفترسه، فلازم تبقى مركز. فاللي عنده هانتر ايز او عيون كانت بتدل على ان الشخص ده بيعرف يصطاد، بيعرف يوفر الاكل، بيعرف يوفر امان من الخطر. ما هو انت دلوقتي راح تصطاد، دي حاجه خطره مش حاجه سهله. تمام، فكونك ان اصطادت مره مرتين ثلاثه اربعه، لا ده انت كده بتعرف توفر اكل، بتعرف تواجه الخطر. رموشك ما ينفعش كده، ما ينفعش رموشك ترمش كتير او ما ينفعش ترمش اصلا. تمام، بتصطاد لازم تصطاد الصبح، ما ينفعش تصطاد الساعه 8 بالليل، الحيوانات صباح الفل، ده انت هتبقى فريسه سهله. فاذا بتصطاد الصبح يعني انت لازم تبقى مركز، يعني بتنام بالليل كويس، يعني تست اعلى. يعني من الاخر كده العيون دي كانت بتوصل رساله للناس او للانثى بشكل تحديد، ان هي ايه، العيون دي واعيه بالخطر وعارفه بتتصرف ازاي وبتعرف توفر الاكل وبيصطاد كتير وبينام بالليل كويس. طب بالله عليك صفات زي دي الانثى ما تنجذبلهاش ليه؟ طبعا عيون صياد يعني واعيه اكتر، مواجهه الخطر اكتر، امان اعلى، اختيار احسن. فدي قاعده بديهيه. تمام، الجينات بتنجح هنا او بتجذب مش عشان هي جذابه او عشان شكلها حلو زي ما انت متخيل، لا هي بتجذب عشان نجحت قبل كده. في سؤال دلوقتي هيجي في دماغك، طب بما ان دلوقتي الاكل بقى سهل، مفيش حد بيمضغ بقى اكل زي زمان، مفيش صيد، مفيش بقى الخطر بتاع زمان، ليه الصفات دي لسه موجودة؟ بص، الحاجات دي مش هتسمعها بره، انا بحاول افسر لك الواقع. لازم تفهم ان المخ تطوره بطيء وده شيء مقصود. تمام، يعني مش بيتطور مع كل جيل، هو بيبقى مبني على المتوسط السنين اللي هو بيختار بيها، يعني مش على اخر 100 سنة، لا هو بيجيب السنين اللي هو عاشها مثلا 50,000 سنة بيقسمهم على المتوسط ويتطور بطريقتهم. ليه بقى؟ لان اصلا ان هو يتطور بسرعة ده خطر. هقول لك ليه، هديك مثل.
انت مثلا دلوقتي ماسك ايفون، تمام؟ الايفون ده شركة ابل فلست واختفت من السوق، اختفت. انت دلوقتي معاك ايفون وخلاص فصل، ما بقاش ليه لازمة، ما بيفتحش. هتروح ترميه؟ لا، هتخليه على جنب على امل ان الشركة دي ترجع. ليه بقى؟ الشركة دي مثلا موجودة مثلا يعني من 1000 سنة، جت اختفت ملهاش سنة ولا سنتين، هل هترمي الموبايل؟ هتفقد الامل فيها؟ لا. امتى تفقد الامل فيها؟ بعد مثلا 200 سنة، 300 سنة، من اصل 1000 سنة منطقية. انما مش منطقي شركة موجودة من 1000 سنة تيجي انت ترمي الموبايل مثلا من سنة ولا سنتين ولا ثلاثة. ده نفس اللي حصل بالظبط. المضغ قل، الصيد والخطر قل طبعا، ماشي، بس الحاجات دي قلت من 100 سنة، 200، 300، 1000، 2000 سنة. طبعا الحاجات دي شغالة من الوفات والالوفات السنين. يعني الموضوع ما ينفعش يتلغي بسهولة، لان زي ما قلت لك ان هو يتلغي بسرعة كده ده خطر. يعني الاشارات دي اشتغلت على مثلا، خلينا نفترض 100,000 سنة، جه مثلا اخر 1000 سنة ما بقتش موجودة، ما بقاش ليها لازمة. انت عايز المخ ينساها كده؟ يعني اشارة المخ بيعتمدها بقاله مثلا 99% او 99,000 سنة، عايز من 1000 سنة كده تخليه ينساها؟ كلام مش منطقي. هو بيخليها على الرف، لو ظهرت او في شخص مع نفس الصفات دي هينجذب له. يعني الاشارة دي اشتغلت 99%، وقفت 1%، المخ هيفكس لل1% ده. الا بقى لما مثلا ان شاء الله بقى نعدي 1000 و2000 و3000 و4000 سنة و5000 سنة، ممكن المخ يبتدي ينساها بالتدريج. ده لو ايه ما رجعناش للزمن بتاع زمان. غير كده المخ مش خسران، هيقول لك انا هخليها، نفعت ما نفعتش انا ما خسرتش. ولازم تفهم ان المخ مش بيقيس الوظيفة دلوقتي، هو بيقيس الاحتمال منها. يعني مش هيقول لك ايه، هو انت بتصطاد دلوقتي ولا لا، بتمضغ الاكل كويس ولا لا، بس هيقول ايه، لو الحاجات دي لسه موجودة هل كنت هتعرف تعملها؟ يعني انت دلوقتي ما عندكش جولاين، ما عندكش مش عارف ايه، هل بقى انت لو الصيد دلوقتي لسه موجود او المضغ القاسي بتاع زمان لسه موجود، هل انت كنت هتعرف تتصرف؟ اعتقد لو انت ما عندكش الصفات دي، الطول، الجولاين، العيون، انا مش بحبطك، انا بقول لك الواقع زي ما قلت لك، تمام؟ ده معناه انك بنسبه كبيره ما كنتش هتعرف تتصرف. فهمت؟ يعني من الاخر كده الجولاين بيوصل رساله للمخ ان لو المضغ او الضغط القاسي بتاع زمان موجود كنت هعرف اتعامل، لان اوريدي انت عندك جولاين، عندك عيون هانتر ايز، كنت هتعرف تصطاد، عندك طول، حضور جسدي وكده، كنت هتخوف الحيوانات اللي حواليك او هتحمي من الخطر. فاهم؟ فالمخ بيقرا الاشارات بالطريقه دي، مش بالطريقه اللي انت معتقدها. يعني الوظيفه دي لو ما بقتش موجوده، تمام، المخ بيقول هي ممكن ترجع، طب هعمل ايه انا وقتها؟ فهمت؟ فالاشارات لسه برضو ايه، المخ بيتعامل بيها حتى لو ما بقاش لها وظيفه فعليه.